كثير من الملاحدة يطرحون شبهة أين الله قبل خلق العالم، أي أين الله قبل خلق المكان. هم يتصورون أن لا موجود إلا في مكان، وهذا التصور وهذه المقدمة خاطئة مبنية على الاستقراء وسطوة الحس والنزعة المادية. فيقول لا يمكن أن نتصور موجود إلا أن يكون في مكان، فأنتم تقولون بأن الزمان والمكان مخلوقان مع خلق العالم، فأين كان الله قبل خلق العالم؟ باختصار، إذا أثبتنا أن هناك موجود لا في مكان، فيجوز لنا أن نقول أن الله كان ولا مكان، كما أتى في الحديث: كان الله ولم يكن شيء غيره، كان الله ولم يكن شيء معه، كان الله ولم يكن شيء قبله. طيب، الآن نطرح السؤال على من يستشكل علينا. نقول: هذا الكون الكلي العالم أين يقع؟ طبعا العالم يتضمن المكان، لكن العالم ككل، الكون الكلي كما يقال، أين يقع؟ هل يقع في مكان؟ قطعا لا يقع في مكان. وإن قلت أنه يقع في مكان، فنقول أيضا هذا المكان أين يقع؟ فإن قلت أيضا في مكان، هذا تسلسل، والتسلسل ممتنع عقلا. كذلك يعني حتى في نظريات العلم، النظريات الحديثة التي تقول بأن العالم أو الكون يتمدد، اطرح هذا السؤال أيضا على نفسك: الكون أين يتمدد؟ يعني هذا السؤال، الكون الذي يتضمن أين يتمدد؟ قطعا الذي يقول العدم لا شيء. فإذا كان هذا جائز في حق العالم اللي هو المخلوق أن يكون لا في مكان، جاز أن نقول أيضا أن الله ليس في مكان. فهذه المقدمة التي انطلقوا منها أن كل موجود لا بد أن يكون في مكان، هذه مبنية على الاستقراء الناقص، وكما قلت سطوة المحسوسات، وفي حقيقة الأمر أن العقل يجوز أن يكون الله ليس في مكان.